جنازة فريد وداع مهيب لرجل لن يتكرر. كان المشهد مهيبا، موكب جنائزي رهيب امتد من البرنوس حتى مثواه الأخير، كأن المدينة كلها توقفت احتراما لرحيل رجل لم يكن كغيره من الرجال. جثمان فريد الزياني تقدم القافلة يرافقه آلاف المحبين. سيارة الإسعاف التي حملته لم تكن تحمل فقط جسده، بل كانت تنقل معها ذكريات لا تحصى ووفاء لا ينتهي. مئات الدراجات، مئات السيارات، آلاف المشيعين. لم يكن مجرد ودادي، كان رمزا لمعنى الحب والإخلاص، كان روحا تسري في مدرجات دنور، عاشقا حتى النخاع. لكنه كان أكثر من ذلك، كان رابطا بين القلوب، جسرا بين المختلفين، حتى أن مشجعي الرجاء رغم سنوات العداوة الكروية تقدموا صفوف المعزين متجاوزين كل الحواجز فقط لأن فريد كان فريدا. لم يكن صوته عاليا، لم يكن من الذين يسعون إلى الأضواء، لكنه كان حاضرا دائما تحت الفيراج في كل مباراة وفي كل موقف صعب. عاش وداديا مخلصا، لا يفرق بل يجمع، لا يشتت بل يوحد. واليوم في رحيله وحد الجميع من جديد. لم تفعلها الاجتماعات الأمنية، لم تفعلها المقاربة التوفيقية، لم تنجح فيها سياسة التهدئة، لكن فريد فعلها. حتى بعد أن غادر الدنيا نجح فيما عجز عنه الجميع. الدموع لم تكن حكرا على عائلته الصغيرة، بل كانت في عيون كل ودادي عرفه، كل ونرز هتف بجانبه، كل بيضاوي شعر بقيمة الرجل. غرفة السطح التي كان يقضي فيها ساعاته، تلك التي لا تكاد تظهر جدرانها تحت أكوام الملصقات والشعارات، كانت انعكاسا لقلبه، مليئة بحب الوداد، مشبعة بشغف الانتماء، مشحونة بروح الجماعة. اليوم هذه الروح تبكي الجميع، الوداديون في حداد، الوينرز في حزن لا يوصف، والمدينة بأكملها تشعر بالفراغ الذي خلفه فريد. لكننا لن نقول وداعا، سنقول إلى اللقاء، لأن الأوفياء لا يموتون في قلوب من أحبوهم. رحمك الله يا فريد، وأسكنك فسيح جنته، وألهم زوجتك وأبنائك ووالديك وأحبائك وكل من بكاك اليوم الصبر والسلوان. فراقك موجع، لكنه درس في الوفاء، وعزاؤنا أننا جميعا إلى الله راجعون. رفيق الهنشير.